مساواة وعدالة. لا صحيح. ماشي. طيب كلمني تاني برضو سيادتك عن القوى المدنية، ان هي مقصرة جدا ومختلفة حتى هذه اللحظة، ومش عارفة تعمل لنفسها شكل حقيقي بحيث ان الشعب يلتف حواليها. يعني حتى سيادتك عملت جبهة الانقاذ الوطني، دي برضو الشعب مش حاسس بيها قوي. دي ابتدت الحقيقة يا محمود قريبا، يعني ممكن من اسبوع واحد. ايوه من اسبوع واحد. وابتدت، وانا حاسس ان فيها امل، واعتقد وامل، وكثير منهم من السياسيين والنخبة قالوا ان احنا تعلمنا الدرس. أأمل أن يكون هذا صحيحا، وأنهم يشتغلوا، لأن الثورة دي مش الثورة 30 سنة اللي فاتت سببها هو أن النخبة أساءت واستمالت، اشتراها النظام باختصار جزء كبير، وجزء تاني ابتعد، وجزء عشان يشتغل لحسابه. النهاردة إذا ما اشتغلش يعني بنيان مرصوص كلنا بالظبط كده كلنا هنخسر. وأنا شايف الأسبوع ده إنما ما زالت لسه البقايا، الجو المناخ الملوث يا محمود، اللي بيشتغل لحسابه، وانا هاخد انهي حزب، وانا هاخد كم بقعد في البرلمان، يعني ما زال هذا. انما بقى امل، وانا دلوقتي المفروض منسق لهذه الجبهه. انا قلت لهم شوفوا، انا يا هنشتغل صح مظبوط، يا هقول لكم كتر خيركم، انا هشتغل مع الشباب بصراحه. لان انا مش عاوز كما اعلنت من سنه، مانيش عاوز اضيع وقتي في هذه المرحله من عمري في شيء لا يصب في مصلحه البلد يا محمود. انما احقاقا للحق احنا شغالين دلوقتي، وشايف ان في توحيد صفوف. هنشوف ربنا يكرمنا ويعرفوا ان هم سبب اللي احنا وصلنا فيه، وهم كذلك عليهم مسؤولية ان يخرجونا من الوضع اللي احنا فيه وبمساعدة